بتبدأ الحكاية مع غول أخضر اسمه شريك، وكان قاعد بيقرا قصة الأميرة اللي صابتها لعنة ومينفعش تتفك اللعنة دي غير بحب حقيقي. وبنعرف إن ميرا كانت محبوسة في قلعة وبيحرسها تنين، وحاول فرسان كتير يحرروها من سجنها لكن للأسف محدش نجح. وبيضحك شريك بعد ما قرأ القصة وقال إن ده مش بيحصل في الحقيقة. وبنلاقي شريك بعد كده قاعد في بيته وبيحاول مجموعة من الأشخاص مطاردته، لكن شريك بيخوفهم وبيصوتوا وبيجروا. وبيلاقي شريك ورقة واقعة مكتوب عليها مطلوب مخلوقات خرافية، فمش بيهتم بالورقة وبيرميها على الأرض وبيمشي. بعد كده بنلاقي الناس بتروح بأي حيوان عنده قدرات خارقة علشان يستفيدوا من العرض اللي كان مكتوب. وبنلاقي واحدة بتعرض حمار بيتكلم، لكن الحمار بيرفض إن هو يتكلم قدام العساكر، وبتقع على الحمار خلطة سحرية وبيطير، وساعتها بيقدر يتكلم قدام العساكر وهو طاير. لكن الخلطة بتنتهي بسرعة وبيجروا وراه العساكر علشان يمسكوه، لكن الحمار بيطلب مساعدة شريك وفعلا بيقدر يساعده. والحمار بيشكر شريك ان هو ساعده وبيقول له ان هو ما عندوش اصدقاء وعاوز يقعد معاه ويبقى صديقه. وبيحاول شريك ان هو يخوف الحمار علشان يبعد عنه، لكن الحمار مش بيسكت ولا بيخاف. وبيكمل الحمار مع شريك وبيحاول اقناعه ان هو يقعد معاه في نفس البيت. وساعتها شريك بيسأل الحمار وبيقول له انت مش خايف من غول زيي؟ قال له الحمار لا بالعكس انا معجب بيك جدا. وبيستغرب شريك من كلام الحمار، وبيكرر شريك برضه ان هو مش هيستضيف الحمار في البيت حتى بعد محاولات الحمار. وبيقعد شريك بالليل ياكل، لكن بيكتشف وجود كائنات كتير جدا جوه وبره البيت. وبعدها بيسأل شريك الحيوانات ايه اللي جابكم المستنقع بتاعي، فبيقولوا له ان اللورد فارجت طردهم غصب عنهم. وبيسأل شريك مين فيكم يعرف مكان فارجت ده، فبيرد الحمار ان هو يعرف مكانه. وبيقرر ان هو هياخد الحمار ويروح علشان يرجعهم مكانهم، وده برضه عشان يرجع هو المستنقع بتاعه لوحده. وبيظهر بعدها في القلعة بتاعته وهو بيعذب بسكوت الجنزبيل وبيحاول يعرف منها راحت فين الحيوانات المسحورة. وبترفض بسكوتات الجنزبيل انها تعترف بمكان الحيوانات. وبيدخل بعدها واحد من الحراس ومعاه مراية مسحورة، وبيسأل المراية المسحورة من احسن امير في العالم، فبتقول له المراية ان انت اصلا مش امير لحد ما تتجوز من اميرة. وبتقدم له المراية مجموعة من الاميرات من قصص الخيال زي سندريلا وسنو وايت وفيونا. وبيقرر اللورد فيرجت ان هو هيختار فيونا علشان يتجوزها. وبيوصل شريك والحمار لقلعة فارجت، وبيدخلوا القلعة وبيلاقوها فاضية تماما، وبيبدأوا يدوروا على سكان القلعة. وبيلاقوا السكان كلهم مجتمعين في ساحة كبيرة، وقاعد بيعمل خطة للناس والناس قاعدة بتسقف له. وبتبدأ مسابقة كبيرة جدا على شرف الأميرة فيونا. وبيعلن فارجت إن اللي هيقتل الغول شريك هياخد لقب البطل. وبيحاول الفرسان إن هم يتغلبوا على شريك، لكن بيخسروا كل محاولاتهم بتفشل. وبيهتف الجمهور لشريك وشريك بيحبهم، وبيعلن فارجت إن شريك هو البطل. لكن شريك بيقول له إن هو مش عايز حاجة غير إنك تاخد المخلوقات بتاعتك من المستنقع بتاعي، لأن ده بيتي وبيتي لوحدي. وبيتفق فارجت مع شريك ان هو يقوم بمهمة قتل التنين وانقاذ الاميرة فيونا، بس في مقابل ان هو يرجع له المستنقع بتاعه ويمشي كل المخلوقات منه. فبيوافق شريك على الموضوع وبياخد الحمار وبيروح للمهمة. وبيوصل شريك والحمار للقلعة اللي فيها الأميرة، وبيلاقوها متحوطة ببركان وفي جسر واحد بس بيودي للقلعة. وبيخاف الحمار جدا من ان هو يعدي الجسر، لكن شريك بيقول له ان هم هيتحركوا سوا. وبيوصلوا للقلعة وبيدخلوها. وبيطلب شريك من الحمار ان هو يدور على اي سلم ياخدهم لأعلى قمة في القلعة. فبيفتح الحمار باب وبيلاقي قدامه تنين، فبيخاف ويجري. وبيجري التنين وراه وبيطلع من بقه لهب، لكن شريك مش بيخاف منه وبيمسك في ديله. لكن التنين بيحرك ديله جامد جدا، فبيطير شريك وبيقع شريك من اعلى مكان في القلعة. اما بقى الحمار فكان خايف جدا من التنين، لكن قعد يتكلم معاه لحد ما التنين هدي. وقرر التنين ان هو ياخد الحمار معاه لأوضته. وبعد ما بيدخل شريك الأوضة اللي فوق القلعة بيلاقي الأميرة فيونا، فبياخدها وبيجري.
وبيقرر شريك ان هو ينقذ الحمار قبل ما يسيب القلعة، وبتعترض الأميرة ولكن شريك بيصر، وبيدخل أوضة التنين وبيلاقي الحمار قاعد بيتكلم مع التنين، وبيقدر شريك ان هو ينقذ الحمار ويسلسل التنين، وبيجري شريك وبياخد الأميرة والحمار في ايده والتنين بيفضل يطاردهم، لكن شريك بعد كده بينقذهم وبيخرجوا من القلعة. وبتشكر الأميرة شريك علشان أنقذها، وبتطلب منه إن هو يخلع الخوذة علشان تبوسه وعلشان تشوف وشه، لكن شريك بيرفض في الأول، لكن الأميرة بتصر وبيخلع شريك الخوذة، وبتتخض الأميرة جدا لأنها اكتشفت إن هو غول، وزعلت لأنها كانت مستنية فارس جميل يجي ينقذها. وبعد كده بيقول شريك للأميرة إن هو أنقذها علشان ياخدها ويسلمها ليه، لأنه هو اتفق معاه إنه لو سلم الأميرة هيقدر يرجع المستنقع يعيش فيه لوحده. وبتطلب الأميرة في نص الطريق إن هم يخيموا علشان هي تعبت جدا، فبيفتح شريك كهف للأميرة علشان تبات فيه لحد الصبح، وبينام هو والحمار بره الكهف، وبيفضلوا طول الليل يتفرجوا على النجوم. وبيعترف شريك للحمار إن هو مش بيحب العالم، لأن العالم أصلا مش بيحبه، بمجرد ما بيشوفوا أي حد بيقعد يصرخ وبيطلب النجدة، وبيقولوا عليه غول غبي وضخم وشكله وحش، وإن الناس بتحكم عليه من قبل حتى ما يعرفوه، وده السبب إن هو عايز يبقى لوحده بدون أي أصدقاء. لكن الحمار قال له إن هو ما شافش ده لما قابله أول مرة. وبتسمعهم الأميرة من جوه الكهف لكن مش بتعمل أي حاجة، وبتقوم الأميرة الصبح وبتلاقي شريك والحمار نايمين، فبتخرج تغني مع العصافير وبتعمل لهم فطار. وبيصحى شريك والحمار وبيستغربوا جدا من طريقة الأميرة المختلفة معاهم. وفي الطريق بيجي فارس وبيحاول ينقذ الأميرة من إيدين الغول شريك، لكن الأميرة بترفض وبتقرر إن هي تكمل مع شريك الطريق، لكن بيدخل سهم في رجل شريك. وبتطلب الأميرة من الحمار إن هو يدور على زهرة زرقاء فيها شوك أحمر علشان يعرفوا يعالجوا بيها شريك، وبتساعد الأميرة شريك وبتشيل السهم من رجله وبيكملوا. ولما بيقربوا يوصلوا للقلعة بيطلب شريك من الأميرة إن هي تزوره في المستنقع بتاعه بعد كده، وإنه هيعمل لها كل أنواع الأكل الجميل اللي بيعرف يطبخه. ولما بيقرب الليل بتطلب الأميرة إنها تدخل تنام في كوخ، والصبح يقدروا يكملوا طريقهم لأنها بتخاف من الضلمة. وبيقول الحمار لشريك ساعتها إن هو حاسس بانجذابهم لبعض وإنه لازم يقول لها، لكن شريك بيرفض تماما وبيقول له إنها أميرة وهو مجرد غول. وبيدخل بعدها الحمار الكوخ وبيدور على الأميرة فيونا، وبيكتشف إن الأميرة اتحولت لبنت شكلها مختلف تماما وشكلها وحش، وبيعرف إن الأميرة شكلها بيتحول بالليل، وإن الحل الوحيد علشان يفك اللعنة دي إن حد يحبها حب حقيقي. وبيسمع شريك الأميرة وهي بتقول للحمار إن أميرة زيها ما ينفعش تتجوز شريك ولا تعيش معاه، فبيزعل شريك بعد ما كان داخل عشان يعترف لها بحبه، وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بتقرر الأميرة إنها تعترف بكل حاجة لشريك، وبتخرج تنده عليه، لكن الشمس بترجعها حلوة مرة تاني، وبيرجع شريك مع فارجت وبيسلمها ليه. وبتقرر فيونا إنها تتجوز فارجت في نفس اليوم قبل ما الشمس تغيب. وبيرفض شريك إن هو ياخد الحمار معاه البيت، وبيقعدوا يتخانقوا. وبيرجع شريك البيت لوحده، لكن الحمار بيروح له وبيفهمه الحقيقة، وإن الكلام اللي سمعه ده فهمه غلط، وبيصالح الحمار شريك. وبيجي التنين علشان يساعده، وبيوصل للفرح بسرعة، وبيصالح الأميرة، وبيدخل شريك القاعة وبيعترف لها بحبه. والأميرة بتعترف بحقيقة اللعنة وتقف قدام غروب الشمس، وبتظهر بالشكل التاني اللي شبه الغول، لكن فارجت بيؤمر حراسه إنهم يعتقلوا شريك، والتنين بيدخل وينقذه، وبيعترفوا لبعض بحبهم وإنها هتفضل كده. لكن شريك بيقبلها زي ما هي، وبيقول لها إنها جميلة كده في عينه، وبيتجوزوا وبيسيبوا القلعة وبيرجعوا البيت شريك سوا. بتبدأ الحكاية وبنشوف وقتها شريك وهو بيحلق دقنه والباب بيخبط عليهم، ولما بيفتحوا بتشوفهم بنت صغيرة وبتتخض من شكلهم وبتصرخ وهي بتجري، وبتكون جايبة لهم أكل في الصندوق وبيروح ياكلوا على البحر. ولما الليل بيجي بيقرر شريك إن هو يقدم لها هدية، والهدية بتكون الخاتم ده وبيبقى محفور عليه كلمة بحبك. وبيقضوا أسعد لحظاتهم مع بعض في شهر العسل. وبعد ما شهر العسل بيخلص بيروحوا البيت، بس بيلاقي الحمار
مستنيهم وبيبقى عايز ان هو يعيش معاهم. وطبعا شريك بيرفض وبيقوله ان هو والأميرة دلوقتي متجوزين ومش عاوزين اي حد يزعجهم. لكن الحمار ما بيفهمش اي حاجة وبيقوله ما تقلقش يا صديقي، انا مش هخلي اي حد يزعجكم. وقتها شريك بيزعقله وبيقوله انت اللي بتزعجني، فبيزعل الحمار وبيمشي وبيسيبهم. وبنشوف ان الملكة فيونا مبعوث لها دعوة على حفلة ملكية في المملكة البعيدة جدا بمناسبة جوازها. وبتعرف فيونا ان باباها ومامتها هيبقوا هناك، وشريك كان بيقول لها انت ازاي هتروحي وانت شكلك متغير كده، فبتقول له مش مهم، المهم ان انا اشوف بابايا ومامتي وهم اكيد بيحبوني زي ما انا. وبيبقى واضح على شريك ان هو مش عاوز يروح الحفلة دي وبيبقى متضايق جدا، بس شكل كده فيونا مسيطرة ومشي كلامها عليه وهيروح معاها الحفلة غصب عنه. وبتبدأ رحلتهم للمملكة اللي هي بتبقى بعيدة عنهم جدا. واثناء رحلتهم بيبقى شريك متعصب جدا من الحمار لانه ما بيبطلش رغي. وبيوصلوا فعلا للمملكة وبتشوف فيونا باباها ومامتها من بعيد، وسكان المملكة كلهم بيبقوا مستنين اللحظة اللي هيشوفوا فيها الأميرة فيونا. وبتنزل الأميرة فيونا وجوزها شريك من العربية، وطبعا سكان المدينة كلهم بيتصدموا من شكلها، حتى باباها بيتصدم هو كمان وبيقول لمامتها ان هم يخشوا جوه القصر ويعملوا نفسهم تعبانين. اما فيونا فبتاخدهم بالحضن وبتعرفهم على جوزها شريك، وبعدها بيدخلوا جوه القصر وبياكلوا. بس باباها بيكون شكله متضايق جدا من شريك وبيدخل عليهم الحمار علشان ياكل معاهم، بس الملك بيرفض. بس فيونا بتقول لهم ان الحمار ده هو اللي انقذها زمان من التنين، وبيكون باين انهم كلهم مصدومين من الورطة اللي هم فيها. المهم بيدخل الطباخ بالعشاء، بس شريك بيتخانق مع ابو فيونا وبتزعل فيونا وبتدخل اوضتها، وساعتها بتظهر لها جنية وبتقول لها ان هي اللي هتساعدها عشان تحل لها مشاكلها. وبيدخل شريك والحمار على فيونا الاوضة وبيتفاجئ بالجنية، وفيونا بتعرفها على شريك، وشريك كان شكله متضايق جدا وقرر ان هم يلموا حاجتهم ويمشوا من القصر ده. بس الجنية بتدي كارت لفيونا وبتقول لها ان هي لو احتاجت مساعدتها تنادى عليها في اي وقت. وشريك بيكون عصبي جدا وبيزعق لفيونا بسبب اللي حصل مع باباها، فبتسيب له الأوضة وبتخرج. وبنروح للملك والملكة وهما بيتخانقوا مع بعض، وبتقول له الملكة انه كان لازم يتقبل بنته وانه ما كانش ليه لازمة يحرجهم. وبتظهر الجنية للملك وبتاخده في عربيتها وبتزعق له جامد وبتقول له يرجع كل حاجة زي ما كانت لمصلحته. وفعلا الملك بيتنكر وبيروح للست الشريرة علشان يتخلص من الغول، بس لما بيجيب سيرة الغول كل اللي في المكان بيبصله، والست الشريرة بتقوله ان مفيش غير واحد بس هو اللي يقدر يساعده، وبتديله عنوان الشخص ده. فبيروح له الملك وبيديله عملات دهب كتير جدا علشان يقتل شريك. وبنروح لشريك اللي كان نايم على السرير وبان عليه انه قلقان، فبيقرر ان هو يقوم ويقرا مذكرات فيونا، وبيلاقيها كاتبه وهي صغيره انها نفسها تتجوز من شخص اسمه تشارمينج. وبنعرف ان تشارمينج ده بيكون ابن الجنيه. وبعدها بيروح الملك لشريك وبيطلب منه ان هما يتعرفوا على بعض من اول وجديد، وبيتفقوا على مكان يقعدوا يتكلموا فيه سوا. ولما شريك بيروح المكان ده بيلاقي قط مسلح والحمار بيخاف منه وبيهجم القط على شريك، بس شريك كان ضخم بالنسبه له والقط ما بيعرفش يعمل معاه اي حاجه. ولما شريك بيمسك القط بيعترف له ان الملك هو اللي مديله فلوس علشان يقتله. وبيقرر شريك ان هو ينادي على الجنيه علشان تساعده في اللي هو فيه، فبتظهر له الجنيه فعلا وبتقول لشريك ان هو ممكن يجي على بيتها لو محتاج منها اي حاجه. وبيقرر شريك ان هو ياخد الحمار ويروح للجنيه، والقط بيبقى عايز يروح معاه وبيقول له ان هو هيحميته للطريق من اي حد. وبكده يبقى القط كفر عن ذنبه لان شريك طلع طيب وما عملش اي حاجه للقط. وبتصحى فيونا من النوم وبتتفاجئ ان شريك مش نايم جنبها، فبتنزل وبتسال عليه مامتها، بس مامتها بتقول لها ان هي ما شافتهوش. ولما بتسال عليه باباها بيضحك هو كمان وبيقول لها انا كمان ما شفتوش، وبيقول لها ان هو سمعهم وهم بيتخانقوا بالليل وان هي لازم تفكر تسيب الغول ده. وبنروح بقى للتلاتة اللي وصلوا لبيت الجنيه، وبيدخلوا يلاقوا مصنع كبير مليان عمال. وبيقابل شريك الجنيه وبيقول لها ان فيونا مش سعيده معاه وهو عايز يعرف ليه. الجنيه بتحكي له قصص عن كل الامارات اللي اتجوزوا، وبيفهم شريك ان كل القصص ما كانش فيها اي غول وان الجنيه مش عاوزاه يبقى مع الاميره اصلا. فبيخرج شريك من عند الجنيه، بس بيرجع تاني وهو لابس لبس العمال علشان محدش يعرفه. وبيحاول يوصل لخالته سريه
سرية من بتوع الجنية علشان تساعده، والقط بيلاقي له خلطة مكتوب عليها سعداء للأبد، وبيحاول القط إنه يسرق الخلطة بس بتقع منه، وبتبتدي كل الخلطات السحرية اللي في المكان تقع، وبيتكشفوا من الحرس وبيضربوا عليهم بالأسهم، بس بيقدر شريك وأصحابه إن هم يهربوا منهم، وبيخطف الخلطة السرية. ولما بيجي تشارمينج الأم الجنية بتقوله إن شريك كان هنا وإن هو اللي عمل كل ده وكمان سرق خلطة سحرية، فبيقرر تشارمينج إن هو يروح يقتله، بس الجنية بتوقفه وبتقوله إن هم لازم يتخلصوا منه بس مش بالطريقة دي. أما شريك فبيمشوا معاه الخلطة السحرية وبيبقى عايز يشرب منها بس كان خايف، فالقط بيقوله إن هو ممكن يجرب عليه الأول، بس الحمار بيغير منه وبيخاف هو على الخلطة وبيشربها، وبعدها الحمار ما حصلوش حاجة، بس شريك قرر إن هو يشرب الخلطة ومش مهم إيه اللي هيحصل، لأنه بيحب فيونا وعاوز يعمل أي حاجة في الدنيا علشان يساعدها. وفجأة الجو بيتغير والدنيا بتمطر، بس برضه ما بيحصلش أي حاجة، فبيقرر شريك إن هو يروح ينام لحد الصبح على ما الدنيا تبطل مطر. وبنروح لفيونا وهي بتقول لباباها ومامتها إن هي هتروح تدور على شريك ويرجعوا المستنقع بتاعهم تاني، ولكن لسه هتخرج من باب القصر بتقع على الأرض وبيغمى عليها، وباباها بياخدها وبيرجعها لسريرها تاني. وبنروح نشوف شريك وهو صاحي من النوم وبيبقى مبسوط جدا لأن الخلطة اشتغلت وحولته لإنسان جميل. أما الحمار بقى فتحول لحصان أبيض شكله جميل، بس القط بيقول لشريك إن الخلطة مكتوب عليها إنه لازم يوصل لحبيبته قبل نص الليل وإلا هيرجع تاني الغول الوحش. فبيروح فعلا شريك المملكة وبتبقى البنات كلها هتتجنن عليه من جماله. وبنروح لفيونا اللي بتصحى من النوم وبتلاقي شكلها اتغير وبتتخض ساعتها، وبيروح شريك لأوضة حبيبته فيونا، بس بيتفاجئ بالجنية اللي بتقفل عليه الأوضة، وبتقابل فيونا تشارمينج ابن الجنية وبتفتكر إن هو شريك بعد ما اتحول، وبتستغل الجنية الفرصة دي وبتوري شريك فيونا وهي مع ابنها تشارمينج، وبتقوله إن هو لو بيحبها بجد يسيبها تعيش معاه. وبيقرر شريك إن هو يمشي من المملكة، وبيروح الملك للجنية وبيقول لها إن بنته مش مرتاحة مع ابنها تشارمينج، فبتدي خلطة عشان يشربها لها عشان تقع في حب ابنها، وبتهدده الجنية إن هو لو ما عملش كده هتسحب منه حياته السعيدة. وشريك ساعتها كان سامعهم، بس الجنية بتاخد بالها إن شريك موجود وبتجري وراه، لكن شريك بيقدر إن هو يهرب وبيروح للحفلة اللي متحضرة عشان المملكة تحتفل بفيونا وشريك، والملك بيكون محضر لبنته الخلطة السحرية، وفيونا كانت حاسة إن اللي بره ده مش شريك وإن مش ده الشخص اللي هي حبته. وبنروح لشريك اللي بيحاول يدخل القصر هو والحمار والقط، وبينجحوا إن هما يدخلوا، وبيدخل شريك على فيونا والجنية وابنها، وبتضايق الجنية إن الملك خدعها ومحطش الخلطة السحرية دي لبنته، وفيونا بتضرب تشارمينج في دماغه وبتوقعه على الأرض، وبيدافع الملك عن بنته، وبيطلع من عصاية الجنية شرارة بس بتضرب في الجنية وبتختفي الجنية خالص، وبيقع الملك على الأرض بس بيكون اتحول ضفدعة، وبيطلب من شريك وفيونا إن هم يسامحوه. ولما بتيجي الساعة 12 في المملكة بيسأل شريك فيونا لو كانت عاوزة تكمل كده طول حياتها. فيونا بتقوله إن هي عايزة تعيش مع الغول اللي حبته في سعادة طول حياتها، وبتوقف فيونا الخلطة السحرية وبيعيشوا مع بعض في سعادة وأمان. بتبدأ الحكاية بفلاش باك وبنشوف الجزئين اللي فاتوا قصة شريك الغول اللي أنقذ الأميرة فيونا، وبنعرف إن حكاية شريك وفيونا بقت زي الأساطير والناس كلها بتتكلم عنها، وكمان بيعملوا لها مسرحيات. وبنشوف تشارمينج اللي هو ابن الساحرة الشريرة كان بيمثل في المسرحية دي، وان هو بينقذ الأميرة وبيقدر ان هو يتغلب على الغول، بس الناس بتضحك عليه وده بيخليه يخرج وهو زعلان، وبيبص لصورة مامته وبيقول لها انا لسه عندي وعدي وان في يوم من الايام هبقى ملك البلد دي وهنتقم منهم كلهم. وبنروح بقى في القصر بتاع الملك، وشريك وفيونا كانوا عايشين هناك، وبيدخل عليهم الحمار ومع اولاده الكائنات الغريبة دي. أما شريك وفيونا فكان عندهم مهمة كبيرة وهي إنهم يقوموا بدور الملك والملكة، وده كان بصفة مؤقتة عشان الملك باباه تعبان، بس طبعا شريك ما بينفعش في دور الملك وبيبوظ الدنيا كالعادة.
وبيرجع لأوضته وهو متضايق وبيقول لفيونا إن هو ما ينفعش للدور ده لأنه غول مش ملك. فبتهدي فيونا وبتقول له استحمل معلش، دي كلها فترة مؤقتة وخلاص، وبعد كده كل حاجة هترجع زي الأول، ووعدك بعدها هنرجع للمستنقع بتاعنا علشان نعيش حياتنا زي ما كنا. بس وقتها بيجيلهم واحد وبيبلغهم إن الملك خلاص شكله كده بيودع، فبيروحوا للملك بسرعة واللي فعلا كان بيموت، وبيقول لشريك ان هو لازم يبقى الملك يا اما كده يا اما يروح يدور على ورث العرش بتاعه التاني واللي اسمه ارثر. في الوقت ده تشارمنج بيروح للمكان اللي متجمع فيه كل الاشرار بتوع الحكايات، وبيقول لهم ان هم مظلومين والناس ما تعرفش الجزء بتاعهم من القصة، وعلشان كده لازم يردوا اعتبارهم، وبيطلب منهم ان هم يشتغلوا معاه علشان يرجعوا حقوقهم. اما شريك فبياخد الحمار والقط وبيروح على سفينة علشان يدور على ارثر ورث العرش، وده طبعا لانه عايز يجيبه يمسكوا الحكم ويرجع هو للمستنقع بتاعه. وفيونا بتقوله ياخد باله من نفسه لانه قريب جدا هيبقى اب. والحمار بيودع مراته التنينة وعياله، وبعدها شريك بينام شوية وبيحلم ان هو رجع لمراته فيونا في الكوخ بتاعهم اللي في المستنقع، وبيتفاجئ بعيال كتير واللي كانوا مبهدلين الدنيا خالص. وبيصحى شريك من نومه وهو مفزوع وبيخرج لاصحابه عشان يحكي لهم اللي هو شافه في الحلم، بس الحمار بيهديه وبيقوله ما تقلقش كل حاجة هتكون بخير. وبيوصلوا اخيرا للمدينة اللي هم رايحينها علشان يدوروا على ارثر، لكن لما بيدخلوا المدينة الناس كانت بتتريق على شكل الغلو اللي معاه، وبيشوفوا ساعتها شاب قوي جدا وراكب حصان وبيقدر ان هو يهزم واحد تاني ضعيف ورفيع، وللاسف بيطلع ان الضعيف ده هو ارثر ورث العرش اللي هم بيدوروا عليه. وبيحاول شريك ان هو يقرب منه بس هو بيخاف وبيطلع يجري بعيد، وبيعرفوا بعدها ان هو في حفلة تنكرية، وشريك طبعا ما كانش محتاج ان هو يتنكر، وبيلاقي ارثر جوه والناس بيكونوا معلقينه وبيتريقوا عليه. وساعتها شريك بيتضايق وبيعرفهم ان ارثر ده يبقى ملك لمملكة بعيدة عنهم. وارثر قبل ما يمشي مع شريك بيقول للناس اعملوا حسابكم ان انا في يوم من الايام هبقى ملك وهرجع وهعلمكم الادب. اما فيونا بقى فكانت في القصر قاعدة مع مامتها واصحابها واللي كانوا جايبين لها هدايا بمناسبة ان هي حامل وكده. بس في الوقت ده تشارمنج بيكون معاه الاشرار وبيهجموا على المدينة، لكن فيونا بتاخدهم وبتوديهم مكان سري، وبيفضل تشارمنج يستجوب الناس علشان يعرف مكان شريك وفيونا. وفي واحد بيقوله ان شريك راح علشان يجيب الملك الجديد بتاعنا، فبيقول تشارمنج للاشرار اللي معاه ان هم يقتلوا الملك الجديد ويجيبوا له شريك لغاية هنا. فبنروح للسفينة عند شريك واصحابه اللي كانوا بيحاولوا ان هم يطمنوا ارثر وبيقولوا له على وضعه الجديد كملك للمملكة بتاعته، بس هو بيحس ان الموضوع كده كبير عليه وبيحاول ان هو يلف ويرجع تاني لمكان ما جه. وطبعا شريك بيحاول ان هو يمنعه وبيفضلوا يشدوا هما الاتنين الدفة لحد ما السفينة بتخبط في صخرة كبيرة وبتتدمر كلها، وبيطلعوا كلهم على الارض. وارثر بيحاول ان هو يهرب تاني وبيفضل يجري منهم لغاية ما بيوصل لكوخ بتاع واحد اسمه مارلين. ومارلين ده بقى كان مدرس السحر في المدرسة اللي كان بيروحها ارثر، وبيحاول شريك ان هو يعرف من مارلين طريق الرجوع للمملكة، بس هو ما بيقولهوش حاجة، فبيضطروا ان هما يقضوا اليوم عنده. ومارلين بالليل بيقعد يلعب بالتعويذات السحرية بتاعته، وبيتسبب ان هو يحط عقل الحمار في جسم القط وعقل القط في جسم الحمار. اما شريك فكان قاعد مع ارثر بره بيتكلم معاه، وبيعرف في الاخر ان هو يقنعه عشان يروح معاه ويبقى ملكهم الجديد. في الوقت اللي بينجح تشارمنج بحيلة ما ان هو يستدرك فيونا واصحابها وبيقبض عليهم، وبيكون شريك وارثر واللي معاهم رجعوا المدينة من تاني وعرفوا اللي حصل، وحاولوا الحراس ان هم يقبضوا عليهم، بس شريك اتصرف معاهم وبينجحوا ان هم يوصلوا لأوضة تشارمنج. بس تشارمنج بينادوا الحراس بتوعه اللي جم وقبضوا على ارثر علشان يقتلوه، ولكن شريك علشان ينقذه بيقول لهم ان هو المفروض انه يتعين ملك، بس هو ما كانش عايز ولا حابب كده، فراح جاب ارثر اهو يسد مكانه وخلاص، وان الملك ما قالش اسم ارثر ده خالص. وطبعا ارثر لما بيسمع كده بيغضب، بس برضه بتجيله بمصلحة ليه، وتشارمنج بيخلي الحراس يسيبوا ارثر يمشي وبيودوا شريك للسجن لوحده. اما القط والحمار فبيتحبسوا مع فيونا واصحابها، وبتفضل فيونا ان هي تحمسهم علشان يهربوا، بس اصحابها ما بيرضوش لحد ما الملكة اتعصبت وكسرت الجدار بدماغها. وتشارمنج بقى كان مجمع الناس كلها علشان اخر مسرحية ليه وهو بيقضي فيها على الغول، والناس كلها كانت بتضحك عليه لما بيعمل كده.
أما فيونا فبتعمل خطة مع أصحابها علشان تنقذ شريك، وسنو وايت صاحبتها بتخلي الطيور تهجم على الحراس، والقط والحمار راحوا ينقذوا بنوكيو والخنازير والناس الباقيين. وساعتها بيقابلوا أرثر وبيتكلموا معاه وبيقولوا له على الحقيقة، وإن شريك قال كده بس علشان ينقذه من الموت وإن هو ضحى بنفسه علشانه. وبتبدأ المسرحية وتشارمينج كان عامل نفسه إن هو المنقذ اللي جاي ينقذ الأميرة المحبوسة في البرج، وبيجيبوا شريك على أساس بقى إن هو الغول الشرير اللي هو هيقتله ويحرر الأميرة. بس شريك بيتريق عليه وعلى التمثيل وعلى مسرحيته الفاشلة، والناس برضه بتفضل تضحك عليه. فبيرفع تشارمينج السيف علشان يقتله، بس التنينة مرات الحمار بتتدخل وبيجي كل أصحاب شريك ومعهم فيونا علشان ينقذوه، وتشارمينج بينادى على الأشرار عشان يحاربهم. بس قبل ما تبدأ العركة بيدخل أرثر وبيتكلم معاهم وبيقول للأشرار إن هم مش لازم يفضلوا كده، وإنهم ممكن يغيروا من نفسهم لأن مصيرهم بإيديهم هم وما يمشوش ورا كلام تشارمينج. وفعلا بيقتنعوا بكلامه وبيسيبوا السلاح وبيبدأوا يسلموا على بعض. وطبعا تشارمينج بيتضايق وبيجري على شريك عشان يقتله بالسيف، بس شريك بيستهبل عليه وما بيكونش حصل له حاجة. وفي الوقت ده في واحد بيزق البرج عليه والتاج بيطير من على راسه، وبيلبس أرثر التاج بتاع الملك وبيعلن نفسه ملك للبلاد، والناس بتفضل تسقف له. أما شريك وفيونا وأطفالهم اللي كانوا لسه مولودين وبقية العصابة كلها فبيرجعوا للمستنقع وبيعيشوا حياتهم السعيدة. بتبدأ الحكاية بقصة فيونا لما كانت محبوسة ببرج عالي ومستنية البطل اللي هيجي ينقذها، وبنعرف انها كانت مصابة بلعنة لانها بالنهار بتبقى اميرة جميلة وبالليل بتتحول لغولة. فبيروح باباها ومامتها لساحر عشان يفك اللعنة دي، ولكن الساحر بيطلب منهم يمضوا على تنازل عن مملكتهم في مقابل ان هو يساعد بنتهم. وطبعا الملك ما كانش قدامه حل تاني وبيوافق ان هو يمضي على الاتفاق ده. بس قبل ما يعمل كده بيجيله واحد وبيعرفه ان في شخص انقذ فيونا، فبيقطع الملك الاتفاقية وبيمشي. وطبعا الساحر كان متضايق وزعلان جدا وقرر وقتها ان هو ينتقم من الشخص اللي بوظ الصفقة دي واللي هو كان شريك. لكن بعدها شريك بيتجوز فيونا وبيخلفوا 3 أطفال، وبيعيش شريك في المستنقع بتاعه هو وفيونا وعيالهم ومعاهم التنينة والحمار والقط. وفي يوم من الأيام شريك قرر ياخدهم ويروحوا رحلة لمدينة بعيدة عشان يتفسحوا شوية ويغيروا جو. لكن لما سكان المدينة بيشوفوه بيطلبوا منه توقيعه لأنهم أول مرة يشوفوا غول حقيقي، وبعدها بيحتفلوا بعيد ميلاد ولاده. وفيونا بتقول لشريك يروح يجيب الكيك، ولما شريك بيرجع بيكون نسي يجيب الشمع، فبتقول له يخلي باله من الكيك على ما تروح هي وتجيب الشمع. بس للأسف ال3 خنازير دول بياكلوا الكيك، والأطفال لما بيشوفوهم بيفضلوا يعيطوا. شريك وقتها بيغضب جدا وبيصرخ بصوت عالي، بس بيتفاجئ ان الناس ما خافتش منه، بالعكس دول فضلوا يسقفوله. فبيتضايق اكتر وبيدمر الكيكة الجديدة وبعدها بيخرج برا. فبتخرج فيونا وراه وبتفضل تتكلم معاه وبتعرفه انه لازم يبقى لطيف شوية علشان ده اول عيد ميلاد لأطفالهم. فبيقول لها ان هو مش حابب المدينة دي وعايز يرجع تاني الغول المخيف اللي كانت الناس كلها بتعمل له حساب وبتخاف منه. فبتقول له انه معاه زوجته اللي بتحبه وكمان 3 اطفال جمال، ليه بقى عايز ينسى كل ده ويرجع تاني يعيش حياته القديمة. لكن بعدها شريك بيتمشى لوحده وهو بيقول انه مش هيعتذر عن اي تصرف هو عمله. فبيقابل الساحر ده واللي كان عامل ان هو واقع في مشكلة مع عربيته، وطبعا شريك لما بيشوفه بيساعده، وبعد ما بيخلص بيكون عايز يمشي، لكن الساحر كان مصمم ان هو لازم يوصله مقابل المساعدة. فبيوافق شريك وبيروح يركب معاه العربية بتاعته، وبيفضلوا ياكلوا ويشربوا وبيتكلموا سوا ويدردشوا. وشريك بيقول له قصته وانه عايز يرجع تاني الغول المخيف بتاع زمان. ووقتها الساحر بيقول له ان هو ممكن يساعده ويرجعه زي زمان بس لمدة يوم واحد بس، وده كان بشرط ان اليوم ده هيكون بدل يوم من الماضي بتاعه. وفعلا الساحر بيعمل عقد بكده وبيستبدل يوم من اللي فاتوا بيوم يرجع فيه الغول تاني زي زمان. وبيمضي شريك على العقد وساعتها بتتغير كل حاجة حواليه، وبيلاقي نفسه في الغابة وكمان بيشوف ناس في الغابة، ولكن أول ما بيشوفوه بيتخضوا. فبيعرف إنه هو خلاص رجع تاني الغول المخيف بتاع زمان، بس بيلاقي صورته متعلقة ومكتوب تحتها إنه هو مطلوب للعدالة هو وفيونا.
وساعتها بيجري بسرعة على المستنقع بتاعهم، بس بيلاقيه مهجور ومفيهوش أي أثر للحياة. فبيخرج بسرعة ينادي على الساحر وبيقوله إن ده ما كانش اتفاقهم، بس بيلاقي سحرة كتير هجموا عليه وبيربطوه بسلاسل وبياخدوه بيطيروا وهو بيغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه محبوس في عربية بيسوقها 2 من السحرة دول. بس الغريب ان اللي كان بيشد العربية يبقى الحمار، والمفروض انهم صحاب. لكن لما شريك بيسأله عن فيونا والاطفال، الحمار بيقوله انت عبيط يا عم، انا اول مرة اشوفك في حياتي. ولما بيوصلوا المدينة بيلاقي ان كل الناس بتشتمه وبيرموا عليه الاكل، والسحرات بيمسكوه بالسلاسل وبيدخلوه المكان مليان بالسحرة، وبيكون الساحر اللي عمل العقد معاه قاعد في وسطهم. ووقتها الساحر بيشرح لشريك كل حاجة، وبيعرفه انه لما اشتكى اتنازل عن يوم في حياته، وان اليوم اللي اتنازل عنه ده هو يوم ولادته، وان هو كده ما انقذش الاميرة ولا حاجة. وبكده تم الاتفاق بتاع الملك والساحر، والساحر هو اللي انقذ الاميرة وبقى هو الملك. وقتها شريك بيتعصب وبيضرب ساحرة منهم وبياخد المقشة بتاعتها وبيطير بيها علشان يهرب. وفي الطريق بياخد الحمار معاه، بس برا القصر الحمار بيحاول يهرب من شريك علشان مش فاكره، وشريك بيحاول ان هو يفكره بنفسه، بس الحمار بيسيبه ويهرب. اما شريك فبيفتكر بعدها مراته واطفاله وبيفضل يعيط. لكن بعد شوية الحمار بيرجع له وبيقول له أنا أول مرة في حياتي أشوفك، بس أنا جاي علشان أسمع قصتك. فبيعرفه شريك اللي حصل له مع الساحر وبيوريله العقد اللي معاه. وقتها الحمار بيعرف إن في حل للمشكلة دي، وبياخد العقد وبيفضل يتنيه لحد ما بيكون جملة الحب الحقيقي. فبيروح شريك للبرج اللي أنقذ منه فيونا زمان، ولكن ما بيلاقيش فيونا، وبيلاقي التاج بتاعها مرمى على السرير، وكمان بيلاقي منديل على الأرض. فبيطلب من الحمار إن هو يشم المنديل، بس الحمار بيتخيل ريحة أكل وبيروح وراها، ولكن بيطلع إن الأكل ده فخ، وبيقع الحمار تحت الأرض. وطبعا شريك ما بيسيبوش وبينزل وراه، لكنه بيلاقي مكان كبير مليان غيلان كتير، وبيعرف شريك من واحد من الغيلان دول ان هم معرضين لهجوم الساحر. ووقتها بتظهر فيونا، فبيجري عليها شريك وكان عايز يحضنها، بس هي بتضربه وبتزقه بعيد عنها. فبيعرف ساعتها ان هي مش فاكراه، وبيحاول شريك يفهمها اللي حصل له مع الساحر، بس هي ما بتصدقوش. وبعدها بيحصل عليهم هجوم من السحرة، فبيضطروا انهم يستخبوا. وبنروح للساحر اللي كان مجتمع مع الساحرات، وبيقول لهم ان لو شريك قرب من فيونا قبل الفجر كل حاجة هتبوظ، وبيتفقوا انهم لازم يجيبوا شريك يحبسوه هنا لغاية بعد الفجر. اما فيونا فبتبقى مجتمعة بالغيلان وبتقول لهم ان الساحر بيجهز نفسه علشان يهاجمهم، وانهم لازم يستعدوا علشان يواجهوه. اما شريك فكان بيشوف ازاي يقنع فيونا ان هي تقرب منه وينهي اللعنة دي قبل ما الشمس تطلع. فبيجيب هدية لفيونا علشان يلطف معاها، بس هي بتقوله ان وراها لعنة ومش فاضية للكلام ده. ولما بيحاول ان هو يقرب منها بتضربه وبترميه برا الخيمة. في نفس الوقت بيكون صائد الغيلان وصل وبيوري للسحرات مهارته في العزف، بس هما بيفضلوا يضحكوا عليه. لكن المفاجأة ان هو بيقدر يتحكم فيهم عن طريق الموسيقى بتاعته. وقتها الساحر بيعجب بيه جدا وبيقوله انه هيديله فلوس كتير لو قدر يجيب له شريك لغاية هنا. اما فيونا فكانت بتتدرب على القتال، وشريك حاول يبهرها بمهاراته بس ما بيقدرش. وبعد شوية بيجي معاه تنفيذ خطة الغيلان عشان يهجموا على الصحراء، وبيروح شريك ورا فيونا وبيقول لها على اللعنة بتاعتها. وفيونا كانت مستغربة هو عرف ازاي، لدرجة انها بتنسى تدي للغيلان الاشارة والساحر بيعدي من قدامهم. وبيبدأ صياد الغيلان يعزف الموسيقى بتاعته في الوقت اللي فيونا كانت بتتخانق مع شريك. وشريك بيقول لها على كل الحاجات اللي بتحبها وبيفضل يحكي لها عن ماضيهم سوا، بس فجأة بيلاقوا نفسهم بيرقصوا مع بعض من غير ما يحسوا. وفيونا بتكون عايزة ترجع للغيلان علشان تنقذهم من الصياد. اما شريك فبيقول لها ان الحل ان هي تقرب منه، وهي بتقرب منه علشان تثبت له ان كلامه غلط، وفعلا ما بيحصلش اي حاجة ساعتها. وبنروح للساحر وهو كان بيبص على الناس اللي الصياد جابهم له، بس ما بيلاقيش شريك فيهم. بس بعدها شريك بيدخل عليه وبيطلب منه يحرر كل اللي هو ماسكهم في مقابل ان هو هيسلم نفسه ليه. فبيضحك عليه الساحر لانه ضحى بنفسه علشان شوية غيلان. وبنلاحظ ان فيونا هي كمان محبوسة عند الساحر، وشريك بيكتشف ان الساحر ضحك عليه لانه محررش فيونا وحبسها مع بقية الغيلان.
بس وقتها فيونا بتقول لشريك إن هي معجبة بشجاعته وباللي هو عمله علشان ينقذهم. أما باقي الغيلان فبيتجمعوا برا القصر عشان يهجموا على الساحر، والساحر لما بيعرف كده كان عايز يهرب بالطائر بتاعه، بس شريك بيقدر يمسكه. لكن فجأة شريك بيقع على الأرض وكان بيموت لأن اليوم خلاص قرب يخلص. ووقتها بيشكر فيونا على كل حاجة حلوة كانت في حياتهم قبل كده، وبيقول لها إنه أحسن حاجة حصلت له اليوم ده إن هو جدد حبه ليها من تاني. وبعدها بيختفي شريك والشمس بتطلع، بس فيونا ما بتتحولش، وده معناه إن اللعنة بتاعتها اتكسرت. وفجأة الجو بيتغير تاني وبتختفي كل حاجة، وبنلاقي إن شريك رجع للحفلة بتاعت عيد ميلاد أطفاله من تاني. وبيعرف وقتها شريك إن أولاده ومراته نعمة هو ما كانش حاسس بيها. ولغاية هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. سلام.